اول خطوات سلق الحمص يا غوالي مشان المسبحة او الحمص الناعم. عندي هالكمية هاي من الحمص، وانتو بتعايروا لحالكم مشان ما تفوتوا بقصص الجرامات. مسكتين، بعد النقع بتصير مسكتين 3 مسكات، بعد السلق بتصير 6 مسكات. عرفتوا كيف؟ مننزلهم على النار هيك ها، ومننزل عليهم مي سخنة مشان اوفر وقت كتير. ها. بطمرن بشكل كتير منيح. بدي شوي صغيرة من صورة الخبز أو الكربونة أو كربونات الصوديوم، شوي صغيرة بس. هي غوالي جاهزة، الحمص مشان الطعم، مشان الحمص الناعم جاهز. بكل بساطة بدي إياه هيك يكون، أو إذا بدكم تختبروه بتشيلوا حبة معسة صغيرة بالإيد انمعست معكم هيك. عرفتوا شفتوا كيف؟ في طريقة تانية بس مضحكة شوي، بتشيلوا حبة بتضربوها بالحيط، لزقت بالحيط تمام استوت، نزلت بدها سلق كمان. مع برد الحمص يا غوالي بدنا نطحنه، بنضيف عليهم طحينة. طبعا قد ما كترتوا طحينة على الحمص المطحون بيكون طيب. معلقة ملح ليمون، ملح كمان حسب الرغبة. مكون اختياري بدي احط له شوية زيت زيتون لحتى يطلع شوية لمعة. على فكرة في ناس بتحط له توم، بقدونس، كمون، ما هيك الحمص تمام. يعني اللي بده يحط هيك شغلات هو وحمصاته حرين. شوفوا لي على الحمص يا غوالي، شوفوا لي، شوفوا لي على هالقوام ما احلاه، يا سلام. شوفوا هيك لازم يكون القوام، بس هيك لازم يكون. بنوسع بالنص، سكر، ناخذ من اليسار لليمين، سكر، شكله بكل شيء الوان. هي صحن الحمص على اصول يا غوالي. تفضلوا شاركونا واشتركوا معنا.